الواحد بصراحه بيحب العيال اللي بتشتغل في صمت واللي بتحب الفرقه من قلبها من غير شو ومن غير كلام كتير، والمعلم كاريراس واحد منهم. يعني المعلم بعد ما قدم لنا ماتش جامد في الكلاسيكو وعمل ماتش عالمي قدام لامين يامال، جاي يسجل اول هدف ليه مع ريال مدريد بطريقه عمرنا ما هننساها ابدا. صحفي بعد الماتش بيساله احساسك ايه وانت بتشوط الكوره؟ قال له انا شوط الكوره بكل ما في قلبي وروحي، حسيت كاني في حلم. والله يا معلم برضو الجون ده داخل في قلبنا، وعارفين ان انت مدريدي من صغرك وبتحب الفرقه ديت قد ايه. وخلاص يا معلم احنا نسينا ماتش اتلتيكو وانت برضو لسه صغير وبتتعلم، واللي شفناه منك لغايه دلوقتي بيقول ان احنا عندنا باك شمال محترم قوي، واديك عندك تحدي جديد اهو في الانفيلد قدام صلاح وان شاء الله برضه هتنجح فيه. تعالى بس اقول لك معلومه على الماشي كده، الكاريراس في ماتش فالنسيا هو عمل ايه. بيقول لك ان المعلم ده اكتر لاعب عمل تمريرات في الماتش، واكتر لاعب لمس الكره في الماتش، واكتر لاعب عمل تمريرات ناجحه، كسب كل التدخلات البدنيه اللي هو عملها، اكتر واحد استرجع الكوره، جاب هدف، صنع فرصتين. وعلى فكره اللي عمله في ماتش فالنسيا ده باستثناء الهدف ده اللي بيعمله في الماتشات بتاعته كلها. يعني في احصائيه في الليجا اصلا بيقول لك ان هو اكتر لاعب في الليجا بيلعب الكوره للثلث الهجومي.